السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الماسك زوين وكيعطينا نتيجه رائعه، وغادي تجربوه ان شاء الله وغادي تردوا عليا. كما عودتكم، مره كندير مستحضر من الصيدليه ومره من يعني ندير ماسك طبيعي، لان ضروري هادشي انا اللي كنستعمل على البشره ديالي مستحضرات، وكنستعمل ماسكات طبيعيه وزيوت. هادشي باش كنقدروا نعتنيو بالبشره ديالنا وكنحافظوا عليها من الترهلات، وخصوصا الناس اللي كتعمل حميه. بالنسبه لي انا يعني كنزل في الوزن باش ما نخليش البشره ديالي تزيد ترهل وتهبط. ضروري من استعمال مستحضرات وماسكات طبيعيه وتكون عندها واحد الفائده على البشره. اليوم غادي نستعملوا ان شاء الله هذا الماسك اللي غادي يتوفر على الكاكاو او الشوكولات. علاش؟ لان الشوكولات كيتوفر على نحاس زوين للبشره، كينشط الدوره الدمويه في البشره، كيحافظ عليها من الترهل، لانه كيحفز على انتاج الكولاجين. هادشي علاش باش مزيان هو البشره ناكلوه خلاص ضروري هو ان الشوكولات كناكلوه ونديروه على البشره ديالنا. كذلك يعني كيقضي تماما على التصبغات، كيصفي البشره، كيبيضها. البقع ديال اليدين ما كيخليهاش نهائيا. المهم بلا ما نطول عليكم الفيديو، غادي نمشيو مباشره ان شاء الله باش نشوفوا المكونات ديال هذا الماسك هذا. غادي نحتاجو هنايا عندي الكاكاو. اللي ما عندوش وبغى يستعمل الشوكولات يستعمل هذاك الشوكولات المور، يذوبوا في حمام مريم ويخليه حتى يبرد، وعاد يضيف له باقي المكونات. عندي انا هنايا هذا يعني ما غاليش بزاف، كيدير 10 دراهم. ندير واحد المعلقه كبيره اللي غادي يكفيكم للوجه واليدين. كما قلت غادي نديرو حتى اليدينا، كيزول هذوك البقع اللي كيكونوا في اليدين. الناس بزاف البنات اللي كيطلبوا مني هذوك الماسكات اليدين، هذه فرصه انهم يديروا هذا الماسك هذا، وراه كيشد البشره وكيعطيها صراحه. نتوما غادي تشوفوا، غادي تجربوه، غادي تردوا عليا. هنا واحد المعلقه صغيره ديال النشا او مايزينا، نتوما كتعرفوها كتبيض البشره. غادي ندير واحد القطيرات، هي خصني ندير معلقه صغيره، ولكن كيتحسس من الحامض يقدر ما يستغنى عليه. غادي ندير واحد شويه هنا، انا ما عنديش مشكل مع الحامض، زوين مضاد للاكسده يعني حتى هو كيزول البقع. عندي هنا الحليب، اللي بغى يعوضو باي كريم عنده كيستعملو ممكن. انا غادي ندير هنايا الحليب، يعني غير القياس اللي غادي يجمع ليا هذا. انا غير ضفتو هنايا، تنخاف ما يقدنيش باش لا هذا نزيد، ولكن انا تنظن هذا قادني. نخلطوه مزيان، ان نتوما عارفين الغبره ديال الكاكاو خفيفه، ما كتبغيش دغيا تدخل السوائل. غنخلطوه مزيان، شي معلقه ديال البلاستيك او ديال الخشب من الاحسن، ما نديروش المعدن. خلطوه ما يبقاوش هذوك الكويرات ديال الكاكاو. غادي نزيد غير واحد شويه ديال الحليب، شويه هانتوما صافي. دابا غادي نديروه على البشره ديالنا. انا البشره ديالي ما فيها حتى شي حاجه، يعني ملي غسلتها الصباح درت لها واحد الكريم وليت عاود دابا غسلتها باش غادي ندير هذا الماسك. يعني غادي تشوفوا النتيجه على وجهي من بعد ما نغسلو. المهم انا غادي نبدا، خصني باش نحيد الفولار. غادي نوريكم غير الطريقه هذا بواحد البانسو ولا بيديكم اللي بغيتو. صافي غادي ندوروه على الوجه ديالنا، على النيف، على الجبهه. وانتم ضروري ديروا انا كما كتشوفوا درتو على وجهي. دابا هنا كنديروا على يديا، نديروا على يدي بجوج، وغادي نخليوه 20 دقيقه. وغادي نحاولوا منين نبغيو نغسلوه نديروا واحد التدليك اللي هو دائري، نغسلوا وجهنا مزيان بالماء دافي، ومن بعد نغسلوه بالماء بارد، ضروري الماء بارد صافي، ونشفو. غادي نتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم يعني كيفاش كيرجع الوجه.
من بعد ما دازت 20 دقيقه غسلت بوجهي بالماء وديه، وليت غسلت بالماء بارد. نشفت وجهي مزيان. ضروري من بعد اي ماسك دهنو بشي كريم يعني مور الطيب. انا هذا عندي ديال لو جيل ديال لالوي فيغا اللي كنت حضرت معاكم. انا كنحس بالنتيجه صراحه من الاستعمال الاول. وهذا الماسك انا دائما كنديرو، انا دائما نعطيكم مواصفات اللي انا كنجربها ولا اللي كنعطيها يعني للناس اللي كيجربوها وكيردوا عليا الخبار. كنتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم او هذا الماسك ديال اليوم تجربوه وغادي تحسوا بالنتيجه. انا كنحس بالبشره ديالي عاطيه واحد اللمعان، واحد الليونه صراحه. كنحس بوجهي بحال الدوره الدمويه نشطات فيه. كنتمنى الا عجبكم الفيديو ما تنساوش الضغط على لايك، واللي مازال ما اشتركش في القناه ديالي يشترك باش يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.